السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو. فيديو النهارده هو حد سألني قال لي هي الراوترات اللي بتيجي من السعوديه ينفع نشغلها في مصر؟ انا يا جدعان عامل فيديوهين عن تشغيل الراوتر ده في مصر. تمام. هو الاجابه بكل سهوله ينفع. ازاي؟ بص يا سيدي اقول لك. اولا السعوديه أنا شغالين نفس نظامنا في الانترنت، بمعنى ان هم لسه عندهم خطوط اللي هي الدي اس ال دي العاديه خالص موجوده. بس السعوديه بتعمل حاجه حلوه قوي في الراوترات اللي بتديها للناس بتوعها. بتعمل راوترات تشتغل فايبر وتشتغل دي اس ال، يعني تشتغل وان وتشتغل دي اس ال. يعني هناك ممكن تسحب انترنت وان من غير اي تليفون ارض خالص عادي، مفيش اي مشاكل، وتشتغل دي اس ال في نفس الوقت. طبعا بيبقى عندك حاجه برضو عجبتني في الحاجات اللي هم عاملينها، انك ممكن تشغل كذا تليفون برضو هنا. بس طبعا في مصر انا جربت الحتة دي مش هينفع. يعني لو انت جيت تدخل الدي اس ال من هنا بتاع السلك اللي جايلك من الشارع، وجيت تطلع منه مثلا تليفونين هنا، مش هيشتغل معاك. هيديلك ان التليفونات الارضي، شفت انت لما تيجي تطلب حد وتلاقيه مشغول يديلك نغمة تيت تيت تيت، هيديلك نفس الرسالة دي. على فكرة انا مجرب الموضوع ده. هو الموضوع يعني الراوترات تشتغل عادي من غير اي مشاكل، بس الفكرة كلها ان احنا كنا بنجيب نفس الراوتر ده في مصر اللي هو من شركة وي نزلت الراوتر ده. كنا بنجيب الفيرم وير بتاعه او الباك اب بتاعه، نجيبها نحطها على الراوتر ده من غير ما نغير سوفت الراوتر ده. كمان في حاجة، يعني أنا بجيب من شركة وي، يعني بجيب الباك اب بتاع شركة وي. الغريب بقى في الراوتر ده ان يعني انت بتجيب من وي بس تقدر انك تشغل ده بالذات على اي شركة انترنت في مصر. طبعا الموديل بتاعه من وي. انا ما اتعاملتش معاه قبل كده. يعني انا لو حد فيكم متعامل مع نفس الموديل ده من وي وعمل له سوفت، يا ريت يكتب لي في الكومنتات. هو اسمه دي جي 8045 وانا كده افتكر لكم الموديل بتاعه دي جي 8245 في. ده الموديل بتاعه. فده كان إجابة على السؤال يعني سريعا كده. وأتمنى يكون الفيديو عجبك، وحابب أوصيك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات أول بأول. وشكرا ليك على المشاهدة.